السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تقبلوا على صوتي، ضربني شويه البرد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في صحه وسلامه ان شاء الله. كيف كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هاد الميني باغيت، كيجيو زوينين بزاف، معمرين بحشوه ديال الدجاج والخضر، كيجيو من اروع ما يكون. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. كنتمنى ان شاء الله تدعموني باشتراك في القناه ولايك الفيديو وتعليق يكون محفز، وخليكم معايا ان شاء الله مع هاد الصور ندوزو نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. خليكم معايا. في المقادير ديال العجينه البنات، عندي ساشي ديال الخميره، معلقه ديال الملح، معلقه ديال السكر سنيده، معلقه ديال الخميره حبيبات، معلقه ديال نيدو اولا الحليب غبره، وعندي 400 غرام ديال الفرص. الا ما كانش عندكم الحليب غبره البنات غتقدروا تستغناو عليه وتعجنوا العجين ديالكم بالحليب سائل الا كان عندكم. غادي نضيف هاد الساشي ديال الخميره وغادي نعجن كلشي بالماء يكون دافي. غادي نعجن العجين ديالي عادي جدا كما كنعجنوا العجينه ديالنا عاديه. غادي ندلكوها شويه البنات ونخليوها ترتاح. كيف كتشوفوا العجينه كتكون مطاطيه ومدلوكه وزوينه. غادي نخليها ترتاح جانبا، وغادي ندوز ان شاء الله باش تشوفوا معايا المقادير ديال الحشوه باش غادي نعمروا لي باغيت ديالنا. في الحشو البنات عندي هنا بصله مشلطه قطعت عليها 2 فصوص ديال الثوم، عندي الفلافل ملونه مقطع قطع صغيره، عندي قزبر معدنوس، عندي سكينجبير، عندي الملح تحميره، وعندي البزار، وعندي قطع ديال الدجاج، صدر ديال الدجاج مقطع قطع صغيره، عندي الزيت فاش غادي نشحر هاد الخضر هادو البنات. عندكم البنات الحوت ديروه، عندكم الكفته، عندكم لي صوصيص، عندكم اللي كان عندكم استعملوا في الحشوه، ما تقيدوش بشي مقادير معينه. غندير البصله والثومه في المقله ديالي يتشحروا حتى كتنزل ليا البصله ان شاء الله البنات، وغادي نعاود نرجع لكم باش نكملوا المراحل المواليه. المهم البنات غادي نخلي البصله ديالي تشحر مزيان حتى كتنزل، وغادي نعاودو نتلاقاو. من بعد البنات ما نزلت البصله ديالي غادي نضيف ليها الفلافل ملونه. تقدروا ديروا فلفله خضراء الا عندكم، الا ما عندكمش الفلفل الالوان تقدروا تستغناو عليها. المهم كديروا على حسب داكشي اللي عندكم، ما تقيدوا حتى بشي مقادير معينين. هنا البنات تشحرت لي الفلفله والبصله، ضفت الدجاج قطع صغيره، غادي نخلي كلشي يتشحر. غادي نضيف العطريه ديالي اللي ذكرت معكم، الا بغيتوا الهريسه زيدوها، الا بغيتوا المهم لاصوص صوجا، المهم اللي كان عندكم غادي تضيفوه، ما تقيدوا حتى بشي مقادير. غادي نخلي هادشي كله يتشحر البنات ونتلاقاو من بعد. كيف كتشوفوا معايا البنات المقادير ديالي كلها تشحرات. ما طيبوش البنات الصدر ديال الدجاج بزاف، هادشي اللي بغيت نقول لكم، غير ما طيبوش بزاف باش ما كينشفش ليكم. ضفت العطريه في اخر لحظه والربيع، وغادي نضيف شويه ديال الزيتون، نسيت ما ذكرتوش لكم في المقادير في الاول. المهم كما قلت لكم الحشوه اختياريه، ما تقيدوا حتى بشي مقادير. غادي نحرك مزيان البنات حتى غادي ندمج العناصر ديالي كاملين. غادي ندوز نديرهم في هذه الانيه باش يبردوا، باش ما تقطعش لكم العجينه البنات. الا درتوهم سخان في العجين ديالكم كيبقى يتقطع. غادي نبردهم وغادي ندوز ان شاء الله باش نعمر معكم لي باغيت ديالنا. وصفه البنات سهله وخفيفه وكتجي زوينه بزاف للكوطي اولا للعشاء، كتجي رائعه بزاف.
كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا الخبار. كتجي رائعه بزاف البنات، جربوها. هنا البنات خديت العجين ديالي بعد ما خمرت طبعا، كنخرج منها الخميره وكنطلقها بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. غتستعنوا بالمدلكه ولا غير بيديكم، المهم كديروا داكشي اللي عندكم اولا اللي كترتاحوا فيه نتوما. غادي نطلق العجين رقيقه البنات بسمك 2 سنتيم كما شفتوا معايا بهذا الشكل هذا. طلقته مستطيل اولا تقدروا تشكلوا لي باغيط بالطريقه الاخرى اللي مولفين كنشكلوا بها الباغيط. غادي ندير الحشوه بهذا الشكل هذا، غديروا القياس اللي بغيتو طبعا، وغادي نكمل ان شاء الله معكم بعد ما غنسالي الحطان ديال الحشوه ديالي ان شاء الله. هنايا البنات بعد ما حطيت الحشوه ديالي فوق العجين، غادي ندير شويه ديال الموتزاريلا من الفوق. الا ما عندكمش ما ديروهاش، اولا الا عندكم جبن اخر، جبن احمر اخر اولا جبن ديال لي ساندويتش كديروه. كندهن الجوانب بالماء البنات كيف كتشوفوا معايا بهذا الشكل. هذه الطريقه وصافيه البنات درتها. اما الا بغيتوش ديروا هذه الطريقه هذه كديروا كتلقوا كويرات بالشكل اللي مولفه. كندير معكم لي ميني باغيط، راني حطيتهم بزاف المرات في القناه. كنقطع بهذا الشكل هذا وكنفيني ليها الشكل ديالها بالموس. نتوما غادي نلصق الجوانب وغادي نقطع بهذا الشكل هذا حتى كترجع عندي شكل باغيطه. كنحطها في الصفيحه ديال الفرن وكنخليهم يخمروا بهذا الشكل. البنات خديت كره وطلقتها كي قلت لكم قبيله. المهم كديروا الطريقه اللي كترتاحوا فيها نتوما. هكذا البنات طلقت دائره على شكل بيضاوي وحطيت فيها الحشوه، وكنبقى نشكل الجوانب ديال ديك الدائره كنلصقهم حتى كترجع عندي باغيطه بهذا الشكل هذا. كنخليهم البنات يخمروا، كندهنهم باصفر البيض وكنخليهم يخمروا، وكندهن الرجنجلان اولا البافو اولا الشوفان اللي عندكم استعملوه، وكندخلهم الفران يطيبوا كيخرجوا بهذا الشكل هذا. العجين رطب جدا وزوين بزاف البنات كيف كتشوفوا معايا. العجينه رطبه والحشوه كتجي معلكه وزوينه. كنتمنى ان شاء الله ينالوا اعجابكم وتجربوهم لوليداتكم. كيجيو من اروع ما يكون. كيحماقوا الوليدات على هاد الوصفات هادو، خصوصا الخرجات اولا الكوطي اولا العشاء كيجيو زوينين بزاف. كنتمنى لكم كل خير. كنتمنى ان شاء الله الدعم ديالكم ما يتوقفش هنايا. كنتمنى تدعموني دائما وتشتركوا في القناه ديالي وتبارطاجيو الفيديوهات مع الناس اللي كتعرفوا، فضلا منكم وليس امرا. وشكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم. خليت لكم الراحه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم.